ولو كنت مهندسا تعرق المهندسين. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد من قناتكم رائد المستديرة. بعد إغلاق قناتنا الأولى أنشأنا قناة جديدة، ولهذا نطلب دعمكم فضلا وليس أمرا. المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا. إذا أردت يوما سرقة منزل ما، فما هي أكبر التحديات التي ستواجهك؟ أول هذه التحديات هي أقفال المنزل وخصائصه الأمنية. لنفترض أنك قررت استعمال العنف للاقتحام. الأمر يحدث بعض الصخب. ماذا لو كنت تعرف مسبقاً أن صاحب المنزل لن يكون لساعات وربما لأيام؟ في هذه الحالة معظم الظروف أصبحت مواتية للسطو. هذا ما يعاني منه نجوم كرة القدم، حيث أن مواعيد مبارياتهم وخصوصياتهم وحياتهم الشخصية يعرفها الجميع. فقد أصبح السطو على منازل اللاعبين ظاهرة تضرب أوروبا من إنجلترا مروراً بفرنسا وحتى إسبانيا. بعد تعرض العديد منهم لسرقات وصلت قيمتها لملايين الدولارات. آخر تلك الحوادث التي تم الكشف عنها كان منزل الدولي المغربي سفيان أمرابط بفلورنسا. وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية، فقد استغل السارقون غياب أمرابط عن منزله، حيث سافر اللاعب مع فريقه فيورنتينا الإيطالي إلى سويسرا من أجل مواجهة فريق بازل السويسري برسم ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث توجهت الشرطة الإيطالية لمنزل اللاعب بعد تلقي بلاغ السرقة. وما يزال التحقيق جارياً لمعرفة ملابسات القضية. من أشهر عمليات السرقة التي تعرض لها نجوم كرة القدم العالميين السطو على منزل الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، حيث استولى اللصوص على مقتنيات قيمتها تفوق 600 ألف يورو. وقد عرفت القضية صخباً إعلامياً وأمنياً كبيراً بسبب قيمة المسروقات وتجرؤ اللصوص على اقتحام ممتلكات محرز. وعبر الشهور الماضية اتبع اللصوص نفس الطريقة دائماً في سرقاتهم، باستغلال انشغال اللاعبين بفترات معسكرهم أو مشاركتهم بأحد المباريات واقتحام منازلهم، والبحث عن أموال وساعات ومجوهرات وأشياء قيمة. لنستعرض معكم عمليات سطو أخرى شهيرة. في إنجلترا فقد تمت سرقة منزل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد ومنزل السنغالي ساديو ماني في فترة لعبه مع ليفربول، ومالك نادي ليستر سيتي سيريادانا برافا وآخرون. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت القبض على عصابة تتكون من امرأة رومانية وابنها بعد قيامها ب3 عمليات سطو. وإلى فرنسا، حيث سبق أن تفاجأ البرازيلي تياغو سيلفا بسرقة منزله واستيلاء اللصوص على ساعات فاخرة ومجوهرات قيمتها 1 مليون يورو ونصف. ونفس الأمر تكرر مع أوناي إمري، حيث تمت سرقة 20 ألف يورو من منزله ودي ماريا وغيرهم. وأيضاً تمت سرقة مجوهرات وساعة وملابس فاخرة قيمتها تتجاوز 700 ألف يورو من منزل إريك ماكسيم شوبو موتينغ. وقالت الشرطة الباريسية أن السبب وراء تعدد سرقات المشاهير واللاعبين خاصة هي استعراض ممتلكاتهم ومقتنياتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي واطلاع المتابعين لهم على تفاصيل حياتهم. وفي إسبانيا أيضاً تمت سرقة منازل أكثر من 20 نجماً، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد ومدرب ريال مدريد السابق زين دين زيدان، وجوردي ألبا لاعب برشلونة، وألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد، ورافائيل فاران عندما كان لاعباً في صفوف النادي الملكي، وآخرون. وقالت الشرطة الإسبانية أن الفاعل وراء حوادث السرقات لمنازل المشاهير هي عصابات من أوروبا الشرقية، حيث أكد محقق وحدة مكافحة الجرائم أن معظم اللصوص عبارة عن مجموعات من العصابات، تتكون العصابة الواحدة من 4 أشخاص.